إيمان باطمة تستغل تواجد شقيقتها دنيا باطمة في السجن أبشع استغلال. إليكم التفاصيل. يبدو أن مصائب قوم عند قوم فوائد. هذا المثل ينطبق حرفيا على البطمة، حينما استغلت إيمان باطمة صفحة شقيقتها المغنية دنيا باطمة المتواجدة في السجن حاليا للترويج لأغنيتها الجديدة بعنوان سالوا دموعي. ويبدو أن إيمان قررت فعليا أن تسير في المسار الذي نهجته شقيقتها وهو الغناء، رغم أن المغاربة لا يعتبرونها مغنية. وأصرت إيمان باطمة دخول عالم الغناء وهي موضة جديدة لدى البعض، وذلك من خلال إطلاق أغنيتها الثانية في مشوارها، وهذا ما يدفعها إلى الاستعانة بصفحات شقيقتها دنيا وابتسام للترويج لأغنيتها الجديدة التي نشرتها على اليوتيوب. وتقدم إيمان أغنية درامية باللهجة المغربية، وتدور أحداث الكليب في قالب تراجيدي رومانسي، حيث تحكي من خلالها عن الهجر والخيانة والغدر، وهو ما تفاعل معه الجمهور. وانقسمت التعليقات بين من أعجب بصوت إيمان وطموحها بأن تصبح مغنية، وبين من اعتبر أنها تقوم باستغلال غياب شقيقتها لتحل مكانها خلال فترة تواجدها في السجن. وهذا ما أحدث ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، معتبرين بأنه لا يمكنها أن تحل مكانها. يذكر أن أول عمل فني لإيمان كان أغنية بعنوان بيزار، وطرحتها قبل عامين وحققت أكثر من نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب. أما الأغنية الجديدة فهي من كلمات محمد أمير وألحان صلاح مجاهد. أما الكليب فتم تصويره تحت إدارة المخرج زهير غماري.